الفرقة بتروح مننا يا جماعة وكده مش نافع، والواحد زهق واتخنق من الحوارات اللي بتحصل. دلوقتي زي ما احنا عارفين ان احنا اتعادلنا مع انتر ميامي 0-0. هناخد مع بعض واحدة واحدة ونتكلم في كل حاجة عشان الواحد اتخنق اليومين اللي فاتوا. دلوقتي احنا اتعادلنا 0-0 مع انتر ميامي، لعبنا شوط اول قوي جدا 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 وضيعنا ضربة جزاء، وفقدنا لاعب مهم جدا من اهم لعيبة النادي الاهلي في الوقت الحالي وهو امام عاشور. قدر الله ما شاء فعل، امام عاشور عمل عمليه جراحيه والاهلي ما رماهوش زي الفرق التانيه ما بترمي لعيبته. في وقتها عمل العمليه وان شاء الله شهرين ويرجع النادي الاهلي، الحمد لله ان هو مش في نص الموسم او كده. دلوقتي انت عندك النادي الاهلي فرقه بقت كلها نجوم، فرقه كلها نجوم، فانت اللي بتعمله مش هينفع يحصل تاني. ايه اللي انت بتعمله؟ انت لازم فرقتك كلها نجوم، صح صح. انت لازم تعمل احكام للفرقه، لازم تخلي ان اللعيبه كلها تحترم بعضها، لازم تخلي اللعيبه اللي على الدكه زيها زي الملعب، ما يبقاش في لاعب منافسين ولاعب لا. ما ينفعش ان لاعب يكون قاعد على الدكه يعني عايز ينزل يثبت للمدرب بس ان هو احسن من اللي بيلعب. لا، انا عايزك تنزل تفيد الفرقه مش تفيد نفسك، انا عايزك تفيد الفرقه. ما هو انت هتفيد نفسك هتجيب جون مثلا، انت هتحاول انت طول الماتش عايز انت اللي تجيب الجون، انما لما تفيد الفرقه هتعمل اسيست، هتشوط كوره، هترجع تدافع، هتهاجم، الكلام ده كله. فاللي احنا شفناه يا جماعه ما ينفعش. بالنسبه لعقوبه تريزيجيه اتعاقب يا جماعه، واللاعب اعتذر وكل الكلام ده كله، وانت والله تريزيجيه كنت احسن لاعب في الشوط الاولاني، ما حدش يقدر يقول كده غير كده. اصرارك انك في مشكله اللي انت جايبك، اصرارك انك انت اللي تشوط في وجود يعني اتنين من اهم اللعيبه او احسن اللعيبه اللي بيشوطوا ضربات جزاء في مصر، وسام ابو علي وزيزو. اصرارك انك انت اللي تشوط، فيعني انت همك انك تجيب الجون، فانت مش لاعب بريحيه، وانت اصلا مش تخصص ضربات جزاء. ما نختلفش. الشناوي الماتش اللي فات اثبت للجميع، انا بحترم الشناوي، انا يا شناوي انا بقول لك انا غلطان قدام الناس كلها، وانا غلطان وغلطت عشان قلت ان الشناوي مستواه اتاثر من لعب شويه. انا غلطان، انا يا جماعه غلطان اهو، مفيش كلام. الشناوي صد كوبر وعمل بص عمل كل حاجه قدام ميسي. مروان عطيه من احسن اللعيبه في الماتش اللي فات، ما نختلفش. كان معاه تريزيجيه بس تريزيجيه بقى ضيع ضربه جزاء قفل الناس كلها كده. كرة حسين الشحات بتطلع لي في الأحلام يا جماعة، كرة حسين الشحات بتطلع لي في الأحلام بجد. يعني إزاي لاعب مصنف إن هو يعني من أفضل اللعيبة العرب، ومن أفضل اللعيبة اللي هدافين كأس العالم العرب، وجايب 4 أهداف، هو نازل عشان يجيب الخامس ويبقى هو هداف العرب في كأس العالم. أنا بقول لك هو نفس الحوار نازل قال لك انا اصلا يعني ما عادش عايز العب في فرقه فيها ضغط جماهيري والكلام ده. ماشي يا عم، مع السلامه، ماشي، مفيش اي مشكله، انا ما عندناش اي مشكله، انتوا عندكم مشكله، ما حدش عنده مشكله. ده بالنسبه لحسين الشحات، هو نازل اصلا عشان يجيب هدف ويثبت للمدرب انا صح، انت بتلعب زيزو عليا، انا لا، انا اللي العب. فشفنا المنظر اللي فات واتاثرنا كلنا. ده بالنسبه لكره حسين الشحات اللي مش راضيه تطلع من دماغي لحد النهارده. شفتوا امبارح ماتش بالميراس وبورتو؟ شفتوا ماتش بالميراس وبورتو يا جماعه؟ دي الفرق اللي احنا لعبنا. شايفين الضغط، وهي نعم الماتش خلص 0-0 بس احسن ماتش في البطوله لحد دلوقتي. انتوا شايفين الكوره يا جماعه؟ شايفين يعني اللعيبه بتعمل كل حاجه، هنصد قدامهم ازاي بالشكل بتاعنا ده؟ الله اعلم وربنا يستر. ده بالنسبه الماتش الجاي ماتش بالميراس، عندنا طار ليهم، في طار عايزين ان احنا ناخده، عايزين نفوز الماتش الجاي يا جماعه. ما ينفعش ان احنا نخسر الماتش الجاي، ما ينفعش ان احنا نخسر الماتش الجاي ولا نتعادل. اي نعم انت دلوقتي اول البطوله، بس عشان انت اتعادلت الماتش اللي فات وما خدتش، اقل فريق خد انذارات، فانت بقيت كل الفرق دلوقتي مع نقطه. ما ينفعش ان انت لا تتعادل ولا تخسر الماتش الجاي عشان انت قدام بورتو هتبقى تعبان، هتبقى تعبان خالص. ده بالنسبه لماتش بالميراس، لازم نفوزوا يا جماعه ولازم نكسبوا. يا جماعه لازم يكون في احكام للفرق، لازم القائد يتكلم، يا جماعه احنا هنا كلنا مفيش حد نجوم، مفيش حد كبير على النادي الاهلي، كلنا لعيبه جايين نفيد الفريق. انت بتاخد ملايين، انت طالع فسحه. شفت طاهر وقفشه بيعملوا ايه؟ رايحين يتصوروا عند ميسي، وعشان مش واخدين الموضوع فسحه يا جماعه. احنا دمنا بيتحرق وبنعطلوا نفسنا وما بنناموش عشان نتفرج على الماتشات، هم هناك رايحين يتفسحوا. يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل، يا جماعه ما ينفعش اللي بيحصل، يا جماعه لازم تحسوا بالجمهور، لازم تعرفوا ان في جمهور. يعني شفتوا الماتش اللي فات؟ احنا كنا ولا استاد في القاهره، استاد امريكا ايه وانتر ميامي ايه وبره ومش عارف ايه. يا جماعه احنا كنا امبارح الماتش اللي فات في استاد القاهره، الجمهور راح من وراك من كل حته. احترم الكلام ده، قدر الجمهور. لما تروح قدام الجمهور خالص اعتمد، يعني معلش يعني لما تبقى عندك يعني يعني لاعب نازل تلعب، لازم تتعودها، معلش يعني انت نازل تلعب، لازم انك تفيد الفريق.
لازم انك تفيد الفريق. قفشه بيدافع عن نفسه، وحسين بيروح الكوره في اخر الماتش. ميسي اللي هو ما بيجريش اصلا طول الماتش، ميسي بيلعب الكوره من الثبات بمرقص وشوط، هو اللي راجع من عند منطقه الجزاء، ومنطقه الجزاء الاهلي هو اللي قطعها. يعني ايه انت عبيط؟ ده بالنسبه للي حصل. عندنا يعني في كومنت كده لازم نتكلم فيه، ازاي بن شرقي ما بيلعبش؟ هل في سبب؟ طب الاداره تطلع توضح، طب اي حد يطلع يوضح لنا ازاي بن شرقي في الماتش ده ما يلعبش؟ هتلعبه امتى طيب؟ جايبه تعادل على الدكه. اتمنى ان الاهلي يفوز الماتش الجاي، واتمنى تحسوا بينا وتقدروا الجمهور، عشان احنا والله اتخنقنا، والله اتخنقنا من الماتش اللي فات. احنا لحد دلوقتي الكوره تحس ان الشحات طالعه في الكوابيس، ضربه الجزاء يا جماعه، حسوا بالفريق يا جماعه، حسوا بينا. السلام عليكم.